ملي غادي تبغي تبدا تتعلم لونجلي غادي تدخل اليوتيوب، غادي تكتب تعلم الانجليزيه، تطوير الانجليزيه، غتلقى بزاف ديال الفيديوهات، كل واحد اش كيقول، كل واحد اش كيهضر. هذا كيجيب كيقول لك التجربه ديالو، هذا كيقول لك كتاب قراه، هذا كيقول لك المدرسه اللي قرا فيها كيفاش علموه، وكل واحد كيتقرع عليك التجربه ديالو. دابا انت ما كتعرفوش تتبع هذا ولا تتبع هذا ولا تتبع هذا ولا تتبع هذا، مزيان. واخا انا غادي نشرح لك واحد الشرح مبسط، وانت احتكم العقل ديالك اولا الدماغ ديالك، ريح وشوف واش هادشي اللي كنقول لك منطقي اولا لا. جاك منطقي تبعو، غنقول لك حتى شنو دير. جاك ماشي منطقي ماشي مشكل، اعتبر بحال ما سمعتي والو وسير كمل في الطريق ديالك. دابا اللغه شنو هي؟ اللغه هي واحد الوسيله ديال التواصل، مزيان. يعني هذه اول حاجه خصني نتفق انا وياكم عليها. اللغه وسيله ديال التواصل، ماشي علم، ماشي ساينس، ماشي بحال الفيزيك. يعني عندها قواعد وعندها معادلات وعندها داك الشيء مكونيرج، فهمتي؟ لا، اللغه هي واحد الوسيله ديال التواصل. الوسيله ديال التواصل مناش تتكون من بزاف ديال الكلمات. هذوك الكلمات كلمه كيعطوك عبارات. دوك العبارات عندهم واحد المعنى، داك المعنى كيتستعمل في واحد السياق معين. متفقين؟ مزيان. هاد العبارات هادو اللي كيتستعملوا في هاد السياق عموما من شحال هادي حتى لدابا كاين بزاف منهم مازال ثابتين كيف ما هما، ما مشيوش بعيد. هادي 300 عام الناس فيهم الجوع، اش غادي يقولوا؟ we are hungry. we are hungry، فينا الجوع، مزيان. دابا في 2024 الناس جاهم الجوع، اش غيقولوا؟ we are hungry، مزيان. من هنا 100 عام الناس غيجيهم الجوع، اش غيقولوا؟ we are hungry. هذا غير مثال بسيط، قيس على ذلك في بزاف ديال العبارات وفي بزاف ديال المواقف. بما ان كاين عبارات ثابته اللي ما تبدلاتش، علاش انا غنمشي ونبدا ندابز مع التركيب اللغوي ديال هذيك العباره؟ ناخذ هذا المثال هذا في الدارجه عاوتاني. شحال من واحد كيشوف كنازه كيدخل السلام عليكم البركه في راسك، اللي قدامك في البلاصه كيقول ما مشى معاك باس، بركه في راسك ما مشى معاك باس. لا انت فاهم البركه في راسك اش كتعني، لا هو فاهم ما مشى معاك باس ومشي معاك بعيد. عرب لي شنو هي البركه في راسك؟ ما نعرف. دونك انت القاعده في البركه في راسك ما فاهمهاش، ولكن حافظ البركه في راسك كتقال في هذا الموضوع. وداك اللي قدامك عاوتاني حتى هو فاهم انه لا تقالت ليه البركه في راسك راه في واحد لا سيتوياسيون وخاصو حتى هو يجاوب بواحد الجواب اللي هو ما مشى معاك باس. دونك ليش نحمق انا راسي؟ واش قاضي الغرض؟ مزيان. هذا هو المهم، هذاك هو المغزى من تعلم اللغه، هو انك توصل فكره لواحد الشخص او لواحد الناس قدامك، وهما عاوتاني يجاوبوك ويوصلوا لك حتى هما الفكره، ومريضنا ما عنده باس. مزيان. الناس في هاد الجزئيه هذه فين عندهم المشكل؟ الناس كيصحاب لهم ان كلمه فلوينت هي انك تكون ملم باللغه وشاد الحذافير ديالها، يعني الشاده والفاده كيف ما كنقولوا بالدارجه. يعني انت شاد ديك اللغه، راه ما كايناش هاد القضيه هذه. ما كاينش شي واحد على وجه البسيطه على حد علمي اللي ضابط اللغه لهاد الدرجه. راه انت العربيه ديالك راه ما ضابطهاش مزيان. الدارجه راه غتمشي غير شي مدينه غتلقاهم صاوبوا شي كلمه اخرى جديده، فهمتي؟ ما غاديش تكون ملم. المعنى ديال هاد فلوينت الا صححتيه في الدماغ ديالك كيف ما صححنا في الاول ان اللغه هي واحد الوسيله ديال التواصل ماشي واحد العلم، لا نبقى ندابز معاه ونبقى نحفظ ليه القواعد والتراكيب اللغويه ديالو وداك الحماق كامل بحال اللي كنحفظ المعادلات والمتطابقات الهامه. دونك غادي نقول لك فلوينت كتعني انك قاضي الغرض اللي بغيتي بديك اللغه. هذا هو التعريف ديالي انا الفلوينت. فلوينت هو واحد الانسان قاضي غرض. بحال دابا انايا ما كنت كندير لا ماجي كنت كنقدر نبريزونطي ماجيك تريك ولا ماجيك افكت من الاول حتى الاخر بلونجلي. دونك انا قاضي الغرض اللي بغيت انا بلونجلي، صافي. انا ما محتاجش ناظر في مواضيع سياسيه، ما محتاجش نكونفيرتي الناس للاسلام بلونجلي، ما محتاجش نشرح مثلا لاصحاب الباك الدروس ديالهم هادشي قبل ما نولي استاذ. انا كنقول لكم يعني ديك الوقيته كان الغرض عندي هو انني نبريزونطي واحد الماجيك تريك لواحد الناس اللي ما كيهضروش اللغه ديالي، خاصني نبريزونطي ليهم بلونجلي. مزيان. نجحت في هذه القضيه، انا فلوينت. علاش انا نمشي ونبقى نحمق راسي وخصني نكون ملم بالحذافير ديال اللغه وكذا؟ راه ماشي بالضروره. دونك صحوا غير المفاهيم غتبدل لكم نظره الامور، فهمتي؟ كيف ما كيقول داك بوب بروكتور كيقول لك when we change the way we look at things
the things we are looking at change. ملي كنبدلوا النظره ديالنا للامور، الامور بحد ذاتها كتبدل. دونك متفقين على هذه القضيه. دابا هاد الاكسبريشنز وهاد العبارات الا جيتي تقلب غتلقى راسك تسمعهم هنا وكتسمعهم هنا وكتسمعهم هنا وكتسمعهم هنا. يكفي انك غير تدخلهم لدماغك. شتي ملي كتدخلهم لدماغك كتقول لدماغك هادو راه عبارات مهمين. ملي كيعرف انهم مهمين كيولي ديتيكتيهم فين ما كان. داكشي علاش ملي كتولي تسمع اللونغلي بزاف وكتمشي تفرج مثلا في شي فيلم تقول واه فهمت منه واحد النويطه، اولا واو قال هادي، اولا واو واش هنا قال هادي. حيت دماغك بدا كيتعود، بديتي كتمسح الخمله على دماغك، بديتي كتحيد الغبره على دماغك. وهذا هو الهدف من الليسنين، وهذا هو الهدف من الريدين. عينيك مع دماغك مع ودنيك كيبداو يجروا ويشربوا هذيك اللغه الجديده اللي انت باغي تتعلم عليها. دونك حتى لهنا متفقين. وهذا هو اللي كنقول ليه انا الانبوت كنصدع عليكم راسكم باش الانبوت خاصك الانبوت هو واحد الكاس كتخوي فيه الماء باش انت تقدر تخوي منه الماء وكذا وكذا وكذا. هذا هو الانبوت. انا دابا حاولت نديطايي فيه مزيان. دونك دابا هضرنا على هاد لابارتي هادي ديال هاد العبارات هادو وهاد الاكسبريشنز هادو. هاد الاكسبريشنز هادو راه كنعطي بهم مثال بزاف. عطيتكم انا مثال ديال وات از يور فيفورت موفي، شنو هو الفيلم المفضل ديالك. ملي غنجي غنبغي نسولك على شي حاجه وحده اخرى مثلا طوموبيل غنقول لك وات از يور فيفورت كار، حيت موفي ودرت كار وبقات ديك وات از يور فيفورت بحال الكباري. كيف ما تنقول الكباري بحال الكباري صالحه لاي استعمال. يعني جمله وحده انت عندك في دماغك غتقدر تسول بها اي انسان في العالم على اي حاجه مفضله عنده. مزيان. وانا نعطيكم واحد القصه نطرت لي شخصيا. خارج مع شي اصدقاء شحال هادي فيهم شي ناس امريكيين كيهضروا بالانجليزيه، طلعوا ضربوا دوره في مارينا في باطو في لوكا، ضربوا دويره. واحد صاحبي كيحشم وملي بغاو ينزلوا قال لي قول لهم هاوزيت. وانا ديك الساعه مصمك ما فاهم والو، تنقول ويليك ما قال لي شي حاجه نقول لهم يبداو يضحكوا عليا وانا نصدم ونقول لهم هاوزيت. وبدا عاودي واو that was great we loved it that was a great experience بلا بلا بلا. هذا how was it شنو كانت تعني؟ how was it هي كي دازت الامور اولا كي كانت هاد التجربه ديالكم. it كتكون لغير العاقل، يعني كنريفيريو بها لغير العاقل. مثلا بلاصه ما نقول لك how was the experience انت عارفني كنهضر لك على الاكسبيرينس كنحيد experience كندير بلاصه it مزيان لغير العاقل. يعني قلت لهم how was it. was هي الفيرب to be في الباست. I am he is he was اولا it is it was. how was it وما قلناش it was لاننا كنطرحوا السؤال how was it. يعني تخيل معايا استعملنا دبليو اتش كويشن. تخيل معايا هاد الكم ديال القواعد ديال how was هي is في الباست to it هي واحد الحاجه اللي كترجع للاكسبيرينس. هادشي كامل ما احتاجيتش نفهمو. صاحبي قال لي قول لهم how was it. انا هزيتها كيف ما هي وصلت لهضره قلت لهم how was it. داروا عندي بداو كيشرحوا لي واو من تما بقات لاصقه ليا في دماغي عباره سميتها how was it. وليت مثلا فين ما مشيت شي واحد خارج من السينما تنقول ليه how was it. شي واحد مثلا ذبح في العيد الكبير فهمتي وخرج دواره نقول ليه how was it كي خرج الدواره ديالكم. يعني ولات عندي واحد العباره وليت قادر نستخدمها كيف ما بغيت بسهوله بلا ما نحمق راسي حتى من بعد عاد فهمت القواعد. دونك المستفاد من هادشي كامل هو انه اللغه راه واحد الحاجه اللي بسيطه. راه غير حنايا التجارب ديالنا اللي قبل وانا كنعذر اي واحد عنده تجربه لانه انا درت من التجربه وبفضل من الله عز وجل ثم شويه ديال المجهود قدرت نخرج منها، قدرت نشوف الامور من برا ما بقيتش لداخل. دابا حنا من نهار حلينا عينينا وحنا كنمشيو لواحد البلاصه سميتها المدرسه. كتمشي كتدخل لربعه ديال الحيوط قدامك استاذ. المصدر الوحيد ديال الانفورماسيون هو داك السيد، هو الوحيد اللي كيقدر يعطيك المعلومه. يعني ما يمكنش تاخذها حتى من عند صحابك لا الا من رحم ربي. كاينين شي اساتذه اللي كيقول لك ودي سير انت قلب على هذيك هذا فلان قال لنا واحد النقطه زوينه مزيان نناقشوا هذه النقطه اللي قال فلان. تما كتولي تفهم انه راه الانفورماسيون تقدر تجي من هنا. مي الا طحتي بدوك الاساتذه اللي حنا طحنا فيهم ولله الحمد على كل حال كتلقاه هو لا سورس الوحيده ديال الانفورماسيون. يعني داك الاستاذ هو الوحيد اللي كيقول لك شنو كاين. انت كتقول في دماغك الا شي حاجه ما قالش لي داك السيد راه ما كايناش، وانا الا ما عرفتش الحاجه من داك السيد راه ما عنديش منين نعرفها. دابا داكشي تبدل فهمتي. يعني خصك دابا تغيرت انت مع الوقت فهمتي. الثابت الوحيد هو التغيير كيف ما تيقولوا. الا كانت هذه المقوله ما عقلتش. مي المهم الحاجه الوحيده اللي كتبقى ثابته ما كتغيرش هي التغيير في حد ذاته فهمتي. و الا ما تغيرتيش غتموت اولا الا ما تطورتيش غتموت باش نتفقوا. حيت التغيير ماشي تغيير الاسوء بالعكس تغيير الاحسن وتطور.
يعني خصك تواكب العصر، تمشي مع الامور كيفاش غاديه. دابا لا سورس لانفورماسيون ولات كثيره لدرجه انه ولا مشكل واحد اخر، يعني خصك تولي تفلتري وكذا. ولكن على الاقل فهمنا ووعينا انه راه ماشي المدرسه هي البلاصه الوحيده اللي نقدروا ناخذوا منها المعلومه. دونك غير هاد الفكره هذه بوحدها كافيه باش ان بنادم يرتاح ويمشي يدير شي شويه ديال المجهود ويخدم على راسو. فهمتوا؟ دونك انا تنظن طولت شويه، مي نتمنى تكون الفكره وصلت.